أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. ومر صلى الله عليه وسلم بغديد على أم معبد الخزاعية وأراد ابتياع لحم أو لبن منها فلم يكن خباؤها لشيء من ذلك قد حواه. فنظر إلى شاة في البيت قد غلف الجد عن الرعية فاستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأسمناه. فمسح الضرع منها ودعا مولاه ووليا فدرت فحلب وسقى كل من القوم وأرواه. ثم حلب وملعلنا وقدروا لديها آية جلية فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أغصاه وقال أني لك هذا ولا حلوى بالبيت تبل بغدرة لبنية. فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جثمانه ومعناه. فقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل آلية بأنه لو رأوا لآمن به واتبعه وداناه. وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقواه. اللهم صل وسلم وعظم وكرم وشرف وزد وبارك عليه.